المشاهدون الأكارم، أسعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم من تلفزيون دولة إريتريا. نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. معكم فيها قاسم أحمد، وأستهلها كالعادة بأهم ما جاء فيها. توسيع الخدمات الاجتماعية في مديرية تسني، تكريم المشجرين النموذجيين في الإقليم الأوسط، تنظيم سيمينار حول مكافحة الأمراض المعدية في غونيم، تصعيد في الغارات الجوية والعمليات لدفع مساعي السلام الأفغانية، قتلى وجرحى بتفجير مقر الشرطة جنوب إيران. الصين تطالب توضيح سبب اعتقال ابنة مؤسس شركة هواوي. من العناوين إلى التفاصيل. أكد سكان مديرية تسني على العمل لإنجاح جهود توسيع وتطوير مؤسسات الخدمات الاجتماعية. وأوضح السكان أن التطور الذي شهدته المديرية في خدمات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والمواصلات والاتصالات تماشيا مع تعداد السكان ساهم في استقرار وتطور الحياة المعيشية. وأشار إلى أن حصولهم على خدمات التعليم والصحة عن قرب والكهرباء والمياه المستدامة تعكس الاستثمار الجاري لإحلال العدالة الاجتماعية. وذكر المدير التنفيذي لإدارة مديرية تسنية ستيتس فازجي أوبازجي عن وجود 30 مدرسة و5 مؤسسات صحية وتوفير مياه الشرب الصالحة، وكذلك خدمات كهرباء ل24 ساعة والمواصلات والاتصالات، موضحا بأن خدمات الكهرباء التي كانت محدودة في مناطق بعينها تجري توسعتها ونشرها. وأشار إلى السيطرة على مرض الملاريا الذي كان مقلقا، مشيدا بالمبادرات الشعبية والمؤسسات الصحية لمكافحة الأمراض الوبائية التي تظهر نادرا. وحول خدمات التعليم، أوضح عن وجود أكثر من 21 ألف طالب بالمديرية وازدياد مشاركة الطالبات. ويقطن مديرية تسني حوالي 98 ألف نسمة في 90 قرية موزعة في 11 ضاحية. تم تكريم المزارعين النموذجيين بالإقليم الأوسط والذين قاموا بأنشطة تشجير فاعلة ولعبوا دورا كبيرا في مضاعفة الإنتاج وإدخال موقد الحنة التقليدي الخالي من الدخان خلال العام 2017. وقدمت في مراسم التكريم التي جرت في 6 من ديسمبر الجاري ل15 مزارع نموذجيا بالتنسيق بين وزارة الزراعة وهيئة الغابات والحياة البرية في الإقليم عدد من المعدات الزراعية. وألقى المدير العام للزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط السيد حيلة ميكائيل إيوب كلمة أوضح فيها بأن الأشجار تلعب دورا كبيرا في الحفاظ على توازن البيئة الطبيعية وخلق الطقس المناسب، إضافة إلى الفوائد الجمة التي تقدمها للإنسان. وأن المزارعين النموذجيين الذين تم تكريمهم قاموا بعمل استثنائي في هذا الشأن. من جهته قال ممثل هيئة الغابات والحياة البرية في الإقليم الأوسط السيد إبراهيم تخلي إن التشجيع وتكريم المزارعين النموذجيين في الوقت الذي تجري فيه جهود حسيسة لتحويل المناطق الجرداء إلى أراضي خضراء يدفع قدما ببرنامج التشجير. وتشير تقارير قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط إلى تسيير أنشطة فعالة في استصلاح المنحدرات وإعادة تشجيرها، وقد تم بموجب ذلك تشجير أكثر من 9000 هكتار. دعا فرع مكتب الصحة في إقليم القشبرك الطلاب والشباب للعمل بهمة ونشاط لإحداث تغيير إيجابي في بيئتهم وتعزيز وعيهم بمكافحة الأمراض المعدية خاصة فيروس المناعة المكتسب الأيدز. وقدم مسؤول متابعة الأمراض المعدية في الفرع سيد قبل مسقال ولد أبزقي في اللقاء الذي أجراه لطلاب مدرسة غونيا الداخلية توضيحا مفصلا حول أسباب وأضرار مرض الأيدز، مشيرا إلى أهمية المشاركة الواعية للطلاب في فعالية الجهود الجارية للحد من مرض الأيدز. من جهته أفاد مسؤول الحملات التوعوية والمعلومات السيد سلطان حقوس بأن التغيرات الإيجابية في أوساط المجتمع فيما يتعلق بمكافحة الأمراض المعدية هو نتاج حملات التوعية والسيمينارات الجارية باستمرار، مناشدا الشباب خاصة لتجنب هذه الأمراض.
وأوضح كل من القائم بأعمال إدارة مديرية غونيا السيد أبو بكر محمد إدريس ومدير مدرسة غونيا الداخلية الأستاذ كبرم أسمرام بأن السيمينارات الصحية المنظمة تلعب دورا لا يستهان به في تعزيز الوعي بخصوص الأمراض المعدية عامة، مشيرين إلى تشجيعهم للطلاب والشباب من أجل المشاركة في الحملات الوطنية الجارية لمكافحة الأمراض المعدية وخاصة فيروس نقص المناعة المكتسب الأيدز. قدمت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية المساعدات العينية ل 32 أسرة محتاجة في مديرية هيكوتا وملقي، وقدم دعما عينيا بقيمة 110,000 نقفة ل 12 أسرة محتاجة في مديرية هيكوتا شمل الماشية والتجارة والدواب وعربات الكارو. كما قدم مكتب الوزارة من قبل مساعدات بالأدوات الدراسية ل 45 طالبا محتاجا والدواب ل 14 طالب معاق والدواب وعربات الكارو ل 150 من الأسر التي ترعى الأيتام وأسر الشهداء والمعاقين. وفي مديرية ملقي تم تقديم الماشية ل8 أسر بقيمة 10,000 نعفة لكل أسرة والدواب بقيمة 7,000 نعفة لكل من 3 طلاب معاقين. وشكر متلقو الدعم عن المساعدات الشعبية والحكومية المقدمة مؤكدين العمل للخروج من الاتكالية وأن يكونوا منتجين. نظم في 28 من نوفمبر المنصرم بمدينة مسوع اجتماعا حول دور الشباب وخاصة الطلاب في مكافحة الجريمة. ففي الاجتماع الذي عقده قائد المركز الثاني للشرطة في مسوع الملازم دسفلدات والدة ميكائيل لسكان المدينة قدم توضيحا مسهبا مصحوبا بالأرقام حول ازدياد الجرائم والمخالفات التي يرتكبها الشباب من فترة لأخرى، مشددا على استمرارية الجهود المنسقة التي يبذلها الآباء لتنشئة أبنائهم بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة. من جهته قال مسؤول مكافحة الجرائم في المركز الثاني للشرطة بمدينة مسوع السيد فصم كحساي بأن الشرطة تعمل بقوة لزيادة الوعي القانوني على المواطنين، مشيرا إلى استحالة إفلات المجرمين من القانون بفضل الحملات التوعوية الجارية. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي، فابقوا معنا. يسلط مقتل أحد كبار القادة في حركة طالبان الأسبوع الماضي في غارة جوية أمريكية بجنوب أفغانستان الضوء على تصعيد في العمليات العسكرية وسط ضغوطات لدفع الحركة التي تتزايد ثقتها بنفسها إلى القبول بإجراء محادثات لإنهاء الحرب الدائرة منذ 17 عاما. وفي الوقت الذي يبدأ فيه المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد جولة جديدة من الزيارات لأفغانستان ودول مجاورة هذا الأسبوع، ويستأنف اجتماعاته مع ممثلين لحركة طالبان شهدت العمليات العسكرية تصعيدا حادا في مختلف أنحاء البلاد. ويقول مسؤولون أفغان وأمريكيون إن الهدف هو تأسيس موقف من أقوى ما يمكن قبل بدء المحادثات السلام المأمولة مع طالبان. وفي حين تجنب المسؤولون الأمريكيون الحديث عن مواعيد محددة، فقد أثارت الحاجة الجديدة للتعجيل مخاوف بين كثيرين من في الحكومة الأفغانية من سعي الولايات المتحدة لطريقة تخرج بها بسرعة من الحرب التي تعد أطول حروبها. هز الخميس انفجار عنيف مدينة جبهار الساحلية في جنوب إيران، مما أدى إلى معتل 3 أشخاص وإصابة آخرين وفقا للتلفزيون الإيراني الرسمي. من جانب آخر قال مصدر مطلع في اتصال مع وكالة إيرنا أن الانفجار يحتمل أن يكون ناجما عن هجوم انتحاري على مقر الشرطة في مدينة جبهار. كما صرح حاكم المدينة رحمدال بامري حاكم مدينة جبهار أن مسلحين هاجموا مقر شرطة جبهار بسيارة تحمل مواد مفجرة. فيما أكد نائب محافظ سيستان وبلوشستان للشؤون الأمنية محمد هادي مرعشي وقوع الانفجار بالقرب من مقر شرطة جبهار. حثت الصين كل من كندا والولايات المتحدة على توضيح أسباب اعتقال المدير المالي لشركة هواوي عملاق صناعة تكنولوجيا الاتصالات.
وكانت مينغ وانزو وهي ابنة مؤسس الشركة قد اعتقلت في مدينة فانكوفر الكندية وتواجه التسليم للسلطات الأمريكية. ولم يكشف النقاب عن تفاصيل القضية، لكن الولايات المتحدة تحقق في نشاطات شركة هواوي على خلفية اختراق محتمل للعقوبات المفروضة على إيران، وطالبت الصين بالإفراج الفوري عن مينغ. يذكر أن شركة هواوي واحدة من كبرى شركات الاتصالات، وقد تفوقت على شركة أبل واحتلت المركز الثاني بعد شركة سامسونج الكورية في مجال صناعة الهواتف الذكية. الخبر الأخير في هذه النشرة: قال باحثون إن من المنتظر أن تزيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية حوالي 3% هذا العام بفعل استمرار استخدام الوقود الحفري، فيما يبدد الآمال في أن تكون الزيادة التي شهدها عام 2017 مؤقتة بعد عامين من التباطؤ. وقال تقرير سنوي لجماعة مشروع الكربون العالمي التي تضم 76 عالما من 15 دولة أن الانبعاثات العالمية قفزت بنسبة 1.6% العام الماضي، وسوف تواصل النمو بمعدل أكبر هذا العام بسبب استخدام الفحم والنفط والغاز الطبيعي. واستقرت تقريبا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الفترة من 2014 وحتى 2016، فيما أنعش الآمال في أن تكون الانبعاثات قد بلغت ذروة ارتفاعها في 2013. مشاهدينا الأكارم، بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.